وأريد قبل ذلك أن أشكركم على تلبيتكم دعوة الحضور لهذا اللقاء، وأن أنوه بدور مختلف وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام الوطني والدولي بخصوص مختلف جوانب هذا الملف. حضرات السيدات والسادة، كما تم الإعلان عن ذلك مساء يوم أمس، تمكنت المصالح الأمنية بفضل تحريات دقيقة ومعمقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إلقاء القبض على 3 مواطنين مغاربة يشتبه في تورطهم في تفجير مقهى أرجنة، من بينهم المشتبه في كونه المنفذ الرئيسي لهذه العملية. وبخصوص هذا الأخير، فإن الأمر يتعلق بمواطن مغربي متشبع بالفكر الجهادي ويبدي ولاءه لتنظيم القاعدة. سبق وأن قام بعدة محاولات قصد الالتحاق ببعض بؤر التوتر من أجل الجهاد بها، خاصة بالشيشان والعراق، غير أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، حيث تم توقيفه في مناسبتين، الأولى في البرتغال سنة 2004 والثانية في سوريا سنة 2007، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب في المحاولتين معا. ولم يثني هذا الفشل المعني بالأمر عن مشروعه، حيث اشتغل بميناء مدينة أسفي في أفق تحقيق هدفه المتمثل في الالتحاق بإحدى بؤر التوتر. وفي هذا السياق ربط علاقات متينة مع الشخصين الآخرين المشتبه فيهما، رفقته واللذين يتقاسم معهما الإعجاب بتنظيم القاعدة وقيادتها. وقد قام الأشخاص ال3 الموقوفين بمحاولة للالتحاق بالعراق عن طريق ليبيا خلال شهر ماي من سنة 2008، إلا أنهم أخفقوا في محاولتهم هاته بعد أن أوقفتهم المصالح الأمنية الليبية وقامت بطردهم إلى المغرب. وأمام عجزه عن الالتحاق بإحدى بؤر التوتر لخدمة تنظيم القاعدة، قرر المشتبه في كونه منفذ العملية الإرهابية القيام بعمل إرهابي كبير داخل أرض الوطن انطلاقا من أفكاره الجهادية. وهكذا لجأ المعني بالأمر إلى مواقع الإنترنت واطلع على عدد من الموسوعات المختصة في تقنيات صنع المتفجرات، الأمر الذي مكنه من تطوير معرفته والتحكم في تقنيات صنع المتفجرات. بعد ذلك ومنذ 6 أشهر تقريبا، عمل المشتبه في كونه المنفذ الرئيسي للعملية على اقتناء مواد مختلفة تدخل في تركيبة المتفجرات، والتي أودعها بمنزل عائلته بأسف. وهكذا تمكن من صنع عبوتين ناسفتين من 9 و6 كيلوغرام، إضافة إلى قيامه بإحداث تغييرات في هاتف النقال بهدف التحكم في تفجير العبوتين عن بعد. وقد وقع اختيار الشخص المذكور على مدينة مراكش بحكم استقطابها للعديد من الزوار المغاربة والأجانب، وكان هدفه في البداية هو مقهى آخر يوجد بنفس المدينة، حيث انتقل إليه منذ حوالي شهر للتعرف عن قرب على فضائه الداخلي، غير أنه غير وجهته بعد أن أثار انتباهه التواجد الهام للزوار المغاربة والأجانب بمقهى أرجنة. وفي يوم 28 أبريل المنصرم توجه المعني بالأمر إلى مقهى أرجنة، حيث أخذ مكانه كأي زبون قبل أن يغادره، تاركا وراءه الحقيبة التي تحتوي على العبوتين المذكورتين. وبعد ابتعاده عن المقهى
قام بتفجير العبوتين بواسطة الهاتف النقال. وقد مكنت التحريات الأولية التي قامت بها المصالح الأمنية من العثور على بقايا المواد المتفجرة وبعض الأدوات التي تم التخلص منها بعد تنفيذ العمل الإرهابي. هذا ولا يزال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام العدالة بمجرد إتمام البحث. حضرات السيدات والسادة، تلكم أهم المستجدات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي على مقهى أرجانة، وستتم موافاتكم بكل جديد بشأن هذا الملف في حينه. واسمحوا لي في الأخير قبل ختام كلمة هذه أن أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالمجهودات التي قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي المصالح الأمنية الأخرى التي تمكنت من الوصول إلى مرتكب هذا العمل الإرهابي وفك خيوطه، وهي بذلك تثبت من جديد كفاءتها وقدرتها على التصدي للإرهاب. ولكل